تقدري تعيشي مع شخصية وسواسية؟ أنا بقالي متجوزة OCPD يعني، بقالي متجوزة 6 سنين وحياتي جحيم. هل في أي أمل إن هو يتغير؟ لو أنتي عايزة رأيي بكلامك، تعاملي على أساس إن هو لأ. ليه؟ لأن والله والله ما حد فينا بيقدر يغير حد يا جماعة، والله العظيم. الوهم الكبير اللي مدمرين بيه نفسنا لا. لكن خليني اقولك شوية حاجات عن الشخصية الوسواسية عشان تبقي عارفة. هو حرصه المادي في ان هو ما بيصرفش، او اللي احنا بنترجمه كبخل يعني، في ان هو ما بيصرفش في حاجات كتير، لان هو عنده خوف رهيب جدا من المستقبل. في اوقات كتيرة جدا ما بيقدرش ان هو يصرف غير الحاجة في مكانها الصحيح 100% بالنسبة له. طبعا هو حد بيمايكرو مانج او بياخد باله من التفاصيل الصغيرة جدا في شغله وفي كل حتة، لان هو ما تعلمش يثق في حد تاني للدرجة اللي خليته ان هو لو ما عملش الحاجة بايده، اي حد تاني يعملها مستحيل يعرف ان هو يعملها زيه. حد مرتب بشكل مبالغ فيه، لان امانه بيجي بالترتيب. ما بيعرفش يتعامل مع المفاجآت، ما بيعرفش يتعامل مع ان الحاجة ما تبقاش في مكانها الصحيح. حد بينتقدك مش عشان هو بيكرهك، هو اصلا شايف ان الحاجة لازم تتعمل بالطريقة الفلانية، وانك انتي لازم تكوني بالشكل الفلاني. عنده فرضيات كتيرة جدا على الدنيا وعلى نفسه. هو مش متعب ليكي بس، هو متعب في شغله ومتعب لولاده ومتعب ليكي. بس الحقيقة لما احنا ممكن، في ناس طبعا بتعيش مع وسواسيين، وطبعا according لقدرتهم وللدرجة اللي الشخص اللي قدامي فيها، بس هو النهاردة بيعمل ده، دي طريقته في حماية نفسه من ألم كبير جدا. الى جانب طبعا ان تجنبه لمشاعره، والحته بتاعت ان هو ما بيعترفش باهميه المشاعر، مع انه كان بيعرف يعملها في يوم من الايام، بس وصل لمرحله من الجمود. دي بتخليني انا هنا لو وريت مشاعري، عنده حاجه اسمها الابقاء على مسافه امنه. انت لازم وانا بحبك تفضل في مكان معين، لانك لو تخطيت المكان ده بالنسبه لي رعب واذى والم كبير وخوف وحاجات كتير. ممكن لو فهمتي ده وابتديتي تتعاملي معاه على اساس ان دي طريقته هو في التعامل مع مخاوفه، مش غلط فيكي، ولا ان هو فعلا كرهك، ولا ان هو، الموضوع يختلف شوية. الى جانب انك انت لازم تبطلي تحاولي ترضيه، لازم، ولازم تحطي حدود واضحة وصريحة، ولازم تحترمي مشاعرك حتى لو ما احترمهاش. لازم تبتدي تدي لنفسك انت الاقرار اللي بتفضلي ماشية في الحياة مستنياه منه. ما هو جزء كبير قوي من وجعك في ان حياتك جحيم، انك انت مستنية منه برضو اقرار ومشاعر وامان وليلة كبيرة قوي. الجو لحد يا جماعة على فكرة يساعدكم انتوا الاتنين، لكن لو انت مستنية املك الوحيد هو ان هو يتغير، اسفة جدا لو هتقرري انك انت تكملي، هتشيلي الامل ده من دماغك، مش عشان حاجة، لان هو اللي لازم يقتنع ان هو محتاج يتغير. ماشي؟